بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن جنيه 2005. جنيه 2005 والكلام اللي عمالين نسمعه عن جنيه 2005 وسعر 2000 جنيه 2005 ومعمول من الذهب ومش معمول بمية الذهب والكلام الفاضي اللي احنا عمالين نسمعه ده. مبدئيا جنيه 2005. طب قبل ما نتكلم عن الجنيه اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد وتقدر تستفاد من الصفحة، وما تستخسرش فينا اللايك وما تستخسرش فينا المتابعة للصفحة عشان نوصل لأكبر عدد وتقدر تستفاد من الصفحة دي. جنيه 2005 وإيه حكاية جنيه 2005 ده؟ جنيه 2005 ده أول جنيه صدر عملة معدنية رسمية، صدرت أول جنيه معدني صدر في مصر. أول جنيه معدني صدر في مصر سنة 2005. جنيه مصنوع من النيكل. في طبعا جنيهات قبله بس دي كلها كانت تذكاري. في جنيهات في السبعينات والستينات والكلام ده كله معدن برضه وفضة، بس ده كله كان تذكاري. ده الرسمي، ده الجنيه الرسمي اللي هو أول جنيه معدني صدر في مصر سنة 2005. وده جنيه عادي وسعره عادي، سعره جنيه عادي. الجنيه بيساوي جنيه. جنيه 2005 بيساوي 2005. واوعى تسمع أي كلام إن هو أكتر من 1000 من جنيه، إن هو سعره أكتر من جنيه. الجنيه بيساوي جنيه. جنيه 2005 سعره 1 جنيه. الجنيه سعره 1 جنيه. لو جبت مغناطيس وحطيته على الجنيه، طبعا جنيه 2005 ما بينجذبش في المغناطيس، يعني ما بيلقطش في المغناطيس، ما بيلقطش. جنيه لو جبت أي جنيه عادي، أي جنيه عادي بيلقط في المغناطيس. لو جبت المغناطيس وحطيت عليه أي جنيه عادي بيلقط في المغناطيس. جنيه 2005 ما بيلقطش في المغناطيس، ما بيلقطش. فده سعره 1 جنيه بيساوي 1 جنيه. ما تسمعش كلام إن هو أكتر من جنيه. الجنيه سعره جنيه. في نسخة منه بقى بتلقط في المغناطيس. في نسخة منه بتلقط في المغناطيس. يعني تجيب جنيه 2005 كده تحطه على المغناطيس، طبعا ما بيلقطش في المغناطيس. في نسخة منه بقى بتلقط في المغناطيس. النسخة اللي بتلقط في المغناطيس كده، يعني لو جبت المغناطيس وحطيت عليه جنيه 2005 ولقط، النسخة دي بتنباع ايه؟ يعني بسعر ايه؟ اعلى شوية، بتعمل 20 جنيه 15 جنيه، مش اكتر من كده. 25 جنيه وممكن 30 جنيه على حسب حالة الايه؟ الجنيه نفسه. ده النسخة اللي هي ايه؟ بتلقط. يعني لو جبت جنيه 2005 ولقط في المغناطيس، يبقى النسخة دي ب 20 جنيه ل 30 جنيه، من 20 جنيه ل 30 جنيه، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. النسخة بقى اللي هي ما بتلقطش دي سعرها 1 جنيه. يعني اللي قدامي ده، اللي قدامي في الفيديو ده ما بيلقطش في المغناطيس، فده سعره 1 جنيه. الجنيه بيساوي 1 جنيه. النسخة اللي هي بتلقط في المغناطيس دي بتعمل 25 جنيه 30 جنيه، مش اكتر من كده. مفيش بقى حاجة اسمها معمول بمية ذهب ومعمول بمية ورد والكلام الايه الفاضي اللي احنا بنسمعه ده. فده سعره 1 جنيه. معاك منه يبقى ده سعره بيتباع بجنيه. سعره بجنيه. معاك النسخة اللي هي بتلقط في المغناطيس، فده بيعمل 25 جنيه 20 جنيه 30 جنيه للحالة الأنصر الزيرو. يعني الحالة الزيرو منه بتعمل 30 جنيه. ليه؟ لأنه ده ايه؟ العدد فيه مش كتير قوي زي التاني، العدد فيه قليل. فعشان كده ايه؟ في ناس بتشتريه ب 25 جنيه وب 30 جنيه اللي هو بيلقط في المغناطيس. اما اللي ما بيلقطش فده سعره 1 جنيه. 1 جنيه. تنساش اللايك والمتابعة للصفحة. ولو معاك اي عملات وعاوز تقيم سعرها وتعرف سعرها، ابعت الصور في التعليقات
واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.